وهلأ بتنضم لنا بهذا الوقت ديالا عيطاني، معالجة نفسية وأستاذة جامعية. صباح الخير ديالا، وأهلا وسهلا فيك بصباح المدى. صباح النور، مشتي أهلا فيكي. اكتئاب فصل الشتاء هو موضوعنا اليوم، وأكيد اللي بيجي مع هالاكتئاب النعاس الدائم، التعب. هل بداية ديالا هل هو مرض نفسي أو عارض نفسي؟ الاكتئاب الموسمي هو نوع من الاكتئاب، يعني مثل ما في اكتئاب حاد، مثل ما في اكتئاب ثنائي القطب، في اكتئاب موسمي اللي بيكون بفترة الشتاء. فمشان هيك كثير مهم نقول انه هو اضطراب نفسي، يعني مو انه الشخص عم يتكسل، بالعكس في كيمياء بالدماغ عم تتاثر، وهيدا الانعزال يعني بيؤدي لرغبه بالعزله، بيؤدي لحاجه لنوم اكثر. في منهم عندهم شعور بالوحده زايد بهالفتره، خاصه وقت يقصر النهار، بيصير في شمس اقل، بيصير في خربطه شوي بالهرمون، بحس الشخص انه عنده افكار يعني تشاؤميه اكثر. بيصير في عدم الرغبه بالعمل مثل العاده، بالعلاقات الاجتماعيه، وبيحس الحال الشخص ما عم بيقدر يركز بطريقه ايجابيه على الامور اللي كان عاده يعملها، يعني اهتماماته بتقل، حتى الهوبيز اللي كان عنده اياهم بتحس ما بقى فيها النشاط. فاذا ضروري نعرف انه امرار بعض الاشخاص مش بايدهم، لانه هذا نوع من الاكتئاب وبنسميه الاكتئاب الموسمي. نعم. هلا من بعد ما شرحتيها هيك لنا ديالا، ما بعرف، كانه في ناس يمكن بيكون عندهم اياها كتير في عندهم اكتئاب، وكانه في ناس عندهم اياها بس مش دايما بتزبط هيك او لا، يعني بده يكون في اشخاص خاصة يلي هن عرضة لأنواع الاكتئاب الأخرى أكثر. في بعض الأشخاص يمكن مرقوا بظروف كثير صعبة بحياتهم، أو هن شخصيتهم شوي حساسة زيادة عن اللزوم، أو عندهم اضطرابات أخرى، أو عندهم عادات شوي سيئة، مثل ما بيناموا منيح، ما بيركزوا على صحتهم الجسدية، عندهم أمراض معينة، أو في نوع من يعني الجيناتيك وراثيا بالعائلة في مشاكل ديبريشن واكتئاب. هن الأشخاص معقولة يقعوا بالاكتئاب الموسمي، بس بنصير نعرف يعني بيصير عندهم باترن، نعرف إنه تقريبا كل سنة بنفس الوقت عم بيمرقوا بهالتغيرات كلها يلي عم بتأثر على أفكارهم، نفسيتهم، مشاعرهم وتصرفاتهم. اوكي، هلا ديالا اكيد كل شيء له سبب بالحياة، فبدنا نسألك ليش عن جد في اشخاص تصاب بهالاكتئاب، اكتئاب الشتاء؟ هل في اسباب معينة، او هل معقول تودي انه يصير في عداوة مع الشتاء؟ يعني خلص يصير عن جد الشتاء بالنسبة لهم يعني شيء كتير سيء؟ مضبوط، بيعملوا بنسميها نوع من التشوهات الفكريه، انه واحد بيعمل جنراليزيشن انه خلص كل الشتويه انا ما بتناسبني، او امرار واحد بيعمم انه مش انه في لحظات بقدر انبسط فيها، بقدر اعمل جهد معين، بقدر ركز على غير امور، خلص بتصير كل النظره انه هول الكم شهر بالسنه انا ماني منيح، ما بقدر اركز في حياتي، ما بقدر اخذ قرارات، بنعزل. هلا اكيد في امور مثل الطقس ما بيناسبهم تغيير الطقس، مثل الوقت، الساعه البيولوجيه بتختلف مع اختلاف الوقت، اليوم قله الشمس اللي هي كثير مهمه لواحد يحس حاله شوي هيك فيها الاندورفين، السيروتونين اللي هن بتخربطوا في طبيعي بهالمجال. في كثير اشخاص بحسوا بحزن، ولكن في اشخاص بتاثروا اكثر، بتبطل بس حزن، بتصير من الكآبه للاكتئاب، يعني ما بتاثر بس على المود، ما بيكون بس مشاعر حزن، بتأثر على يومياتهم عامة. خلص بتحسين كل الوقت مركزين على الفكرة السلبية، انه هن ما بيحبوا الشتاء، ما بيناسبهم، بيحسوا بعزلة أكثر، وفي حتى بعض الأشخاص بيوصلوا لأفكار انتحارية. أكيد اللي هن عندهم مشاكل واضطرابات أخرى هن أكثر عرضة لتفكير بأفكار انتحارية، لعدم الاهتمام، عدم وجود الهدف في الحياة. منهم كثير إذا بلشوا بروجكت معين توصل للاكتئاب الموسمي وبيبعدوا عن كل شيء، بحسوا انه بدهم يستسلموا، بدهم ينعزلوا، وبدهم يبقوا لحالهم اكثر. نعم. هلا كمان ديالا، هل في اسباب ترجع على الطفوله؟ مثلا في ناس انه صغار صار معهم شيء بالشتاء خلاهم مع الوقت عن جد يصير عندهم هالعداوه مع الشتاء؟ لا مفهوم.
مثل ما في اضطرابات ثانيه امرار واحد يعمل اسوسيشن بيربط مشكل واحد بصير عنده نوع من الخوف، وهون اللي بتخلق نوع من الفوبيا. واللي في فعليا نوع من الفوبيا، في اشخاص عندهم فوبيا من الرعد، في عندهم فوبيا من الشتاء او حتى من المي. بكون صار في مشكله هن وصغيره ودغري الراس الدماغ عمم هالمشاكل وصار خوف كثير كبير. فمعقول يكون صار شيء قبل، معقول يكون هن اشخاص بطبيعتهم يمكن بيتاثروا كثير بالعوامل الطبيعيه. يعني الاشخاص اللي بتتحسن نفسيتهم كثير بالطبيعه، بالمشي، بالجبل، وحاسين هلا انه هن ما قادرين يعملوا هالهوايات، ما قادرين يطلعوا، فشي دائما بيركزوا على الخساره، انه انا ما بقى في اظهر مثل قبل، ما بقى في يكون عندي الوقت الحلو اللي انا بقضيه مثلا بممارسه الهوايات بالطبيعه، فبتعكس سلبا عليهم. وفي اشخاص معقول يكون صار عندهم مشكله معينه، ان كان بالشتاء ان كان بالثلج، خلص تعلموا الخوف وصارت المشكله على كل فصل الشتاء 100%. يعني الثلج حتى بيصير لهم بعد شيء أسوأ من الشتاء، يعني كأنه شيء خلص مش طبيعي أبدا أنه تتلج وبحسوا بالعبوء. معقول توصل لهيدي المراحل. طيب جالا بدي أسألك، معقولة بعض الأشخاص حتى يعني بيصيروا عايشين بفكرة أنه الخسارة، وهذا نوع من اللي بنسميه اكتئاب، يعني علقوا بفكرة أنه هم خسروا الأيام الحلوة، خسروا الظهرات، حتى الطبيعة خسرت رونقها. فكيف التركيز على هالأمور السلبية وما بيشوفوا غير الأشياء اللي عم بتضايقهم بالشتوية، هالفكرة بتعزز أفكار سلبية أخرى، بصير في تعميم وبصير في اكتئاب نفسي، وحتى يعني أفكار دائما سوداوية أكثر. 100%. كان بدي أسألك جالا، هل اكتئاب الشتاء بيصيب النساء أو رجال أكثر، أو مخص نساء أو رجال؟ عادة الاكتئاب عامة يصيب النساء أكثر. أوكي. لأنه المرأة حساسة أكثر، في مشاعر، يمكن الضغوطات النفسية ما بتقدر تتعامل، يعني تتعامل بغير طريقة بتعبر عن مشاعر، بتتأثر ببعض الأمور. ولكن الرجال عرضة للانتحار أكثر، الأفكار الانتحارية تصيب الرجل أكثر، والدبريشن تصيب النساء أكثر. فيمكن النساء بيعبروا أكثر عن مشاعرهم، بيقولوا لك أنا اليوم مضايق، مكتئب، حزين، منعزل. الرجل عنده نوع من الإيجو إنه أنا بدي فرجي إنه أنا كل شيء منيح، بس بيكون في صراعات داخلية أكثر. وهون بنقول إنه الاكتئاب مرض نفسي معقول يصيب النساء والرجال، فمهم إنه الرجل حتى يعبر عن انزعاجاته، يعبر عن الأمور اللي فجأة بتحس المزاج اختلف، أثر على إنتاجيته، على تركيزه، على علاقاته. حتى في منهم بيصيروا كثير عصبيين بهالفترة إذا كان الاكتئاب زايد، يعني مثل ما المرأة بتقدر تعبر يمكن البكاء والحكي والمشاعر، الرجل بيصير بيعبر بغضب، باستفزاز سريع، أو حتى بدينايل كومبليتلي، بتحسيه ما عم بيركز مع الآخرين، ما بيقدر يركز على أمور معينة، صار في انعزال زيادة. نعم. يعني هلأ بلشوا جماعة الصيفية ديالا يحكونا، عفوا جماعة الشتوية، عم بيقولوا إنه لو بتشوفوا بالصيفية نحن شو بيصير فينا وشو الكابوس اللي بنعاني منه، فبنوعدهم إنه بالصيفية بنعمل عنهم موضوع. كمان في مزبوط، في أشخاص بيركزوا قديه ما بيحبوا فصل معين. صح. فيمكن الأشخاص حسب أكيد طبيعة الجسم، إذا واحد بيبرد كثير أو لا، يمكن في بعض الأشخاص فقدوا ناس يعني بمرحلة معينة، بموسم معين، في حسب إذا واحد يعني خسر شيء أو كان مرقت يعني مرحلة إيجابية، دغري العقل بيربط هالأمور ببعضها، ويعني بيأثر على الصحة النفسية عامة. صحيح. يعني الحلو بعلم النفس جالا عن جد إنه كل شيء له سبب، يعني ما في حدا هيك فجأة اكتئب من شغلة أو حدا عنده تروما على هالموضوع، لأنه عن جد كل شيء له سبب، ولما نعرف السبب بعتقد مع الوقت بنصير نطلع من الخبرية. لهيك بدي أسألك عن جد كيف فينا نتعامل مع هالموضوع لكل الأشخاص هلا اللي عم يسمعونا وعندهم اكتئاب الشتاء، لما يجي الشتاء، لما يشوفوا شوية شتاء خلص بيكتئبوا وبحسوا إنه الدنيا سودت قدامهم، شو بتقولي لهم؟ بتعرف المهم كثير نعرف إنه في اضطرابات نفسية
بتأثر، وهذا نوع يعني هذا مرض. فأنا ما فيني انتقد الأشخاص ولو لهالقد ما بتحب الشتاء، إنه هذا الوضع طبيعي. فأنا إذا انتقدت الشخص مش معناتها هو حتتحسن حالته النفسية. مثل ما في أسباب مر عليها شخص يمكن بالطفولة، يمكن في اضطرابات وستريس، أمرار في كتير يعني معقول يبلش الاكتئاب بطريقة مفاجئة لأنه في تغييرات بكيمياء الدماغ. يعني بتصير في خربطة مفاجئة بالسيروتونين بالاندورفين بتأثر على الصحة النفسية. مشان هيك الشخص ما في يلوم حاله، وفي أمرار بده ياخذ الأمور خطوة خطوة. مثلا ما بحب الشتاء بنعزل، يمكن بجرب شوي مرة بالأسبوع إنه لاقي مثلا أظهر مع أشخاص إيجابيين بحس إنه بضحك معهم، هالشيء كمان بيعزز الكيمياء بالدماغ. بس ما فيني أعتبر إنه ما في أقارن شخص عنده اكتئاب موسمي بشخص مرتاح وما عنده اضطراب، وإلا بكون عم نظلم الشخص وعم نحمله كتير مسؤولية كبيرة. في شيء كمان اسمه اللايت ثيرابي، اللي هن كمان بيحطوا نوع من اللمبة اللي بتعطي هولي شوية مثل شعاع الشمس، فكمان قد ايه النور بيأثر على الشخص. وبالليل عادة الأفكار السلبية بتكتر، فهلا خاصة الليل أطول بتحس الأشخاص الفكرة التشاؤمية، الأوجاع، هيك الأمور الحزينة أكثر بتكتر. فمهم إنه فتش أنا وين بقدر لاقي لايت ثيرابي أكثر. كتابة المشاعر كتير مهمة. يعني إذا واحد خاصة قاعد بالبيت جرب شوي عبر عن المشاعر. بنقول إنه إذا طلعت الفكرة على الورقة بتخفف من حديتها وتأثيرها على الشخص. يعني إذا بقدر أقول أنا بجرب شوي بكتب الأمور اللي بتضايقني خاصة بفترة الشتاء، الأفكار السوداوية اللي عم بتزيد بهالفترة. بنفس الوقت بركز على الأمور اللي أنا فيها بحبها بحياتي وبحبها بحالي. يعني نكون عم نشتغل على التعبير عن المشاعر، بنفس الوقت عن الامتنان وعن تعزيز الثقة بالنفس، لأنه الشخص المكتئب كتير بتأثر ثقته بنفسه، وكتير بصير عنده طريقة سلبية بالتحدث مع نفسه. لهيك مهم نجرب شوي شوي. أكيد كتابة الأفكار مثل ما قلنا، التحدث أمرار مع المعالج النفسي كتير ضروري، خاصة إذا أثرت الأفكار كتير على الشخص، أثر على تركيزه، على عمله، على إنتاجيته. إذا كتير نومه زاد أو كتير قل، إذا كتير أكله زاد، يعني هالعادات اللي بتتغير صح. دليل على إنه الشخص مارق بوقت صعب وهو بحاجة لمساعدة. 100% كتير مهمة فكرة عن جد إنه ما ننتقد. مشان هيك بدي أسألك ديالا، وهيك تنكون شوي واقفين مع جماعة الشتوية، لأنه في كتير على ما بتسمعنا هلأ بيقولوا إنه في ناس بتعاني من هذا الموضوع اللي هو اكتئاب فصل الشتاء. بدي أسألك، هل في ناس بتعاني من اكتئاب فصل الصيف؟ يعني بالصيفية بتصير كمان؟ صحيح. مش هيك بنسميه موسمي، لأنه الأشخاص بيكونوا تعودوا على نمط معين، يمكن تعودوا على خاصة الأشخاص اللي ما بيحبوا كتير يمكن الشوب، هيك الشوب، بيحس حالهم بيتوتروا دغري. الأشخاص اللي بيفضلوا البرد كمان يمكن لأنه بتتغير العادات، هالتغيير هم بيكونوا شوي ريجيد، يعني البرسوناليتي تاعتهم ما بتحب هالتغيير، فكمان بيتأثروا بتغيير الفصول. والعائل عادة ما بيحب التغيير، فكتير في هيك تغيرات حتى لو فصولية، حتى الوقت اللي في أشخاص بتبطل تعرف تنام لأنه أمراض بيغيروا الساعة. فكل العادات اليومية اللي بتتغير بتأثر على الأشخاص. وهو كمان يعني مثل ما في أوقات يعني نرجع نقول مثل ما في اكتئاب حاد ومثل ما في اكتئاب مبتسم، في اكتئاب موسمي لازم ناخده بطريقة جدية إنه عن جد حيأثر على الشخص. فينا نكون شوي عم نسمع لهالأشخاص، ما فينا ننتقدهم إنه لا ما بدي هالقد، لا أنا بدي أجرب شوي شوي. وحتى هو الشخص مع حاله بده يعطي مجال إنه في أمور حتصير أصعب عليه إذا كان مارق باكتئاب موسمي. يعني أنا ما بدي أتوقع إنتاجية كاملة إذا أنا مارق بفترة صعبة، ما بدي أتوقع إنه أنا بركز على كل شيء، بس بدي انتبه على الأمور الإيجابية اللي أنا عم بقدر أعملها. بدي أعزز ثقتي بنفسي، لأنه بدي أقبل إنه في بعض الأمرار رح أمرق بفترة صعبة وهي مرحلة ورح تقطع. صح. حتى ديالا بنلاحظ انه في ناس بتنطر الشتاء تتعمل هالدبريسيون، مش انا ما رح اسميها دبريسيون، بس انه نوع من الاكتئاب. يعني بتنطر انه خلص انه انا هلا بدي اعمل هيك بريك، يمكن بدي ريح راسي، ما بدي افكر. وبذات الوقت بيصيروا يستعملوا هالتعبير انه ما بحب الشتاء ويا الله والشتاء. اذا خففنا شويه
حكيت هالحكي ديالا، معقول هذا الشيء يساعدنا يعني نصير نشوف القصص البوزيتيف بالشتاء؟ هلا في اشخاص يعني بتحسي على كثره التركيز على الامور السلبيه بالشتاء مثل صارت دوامه، يعني عم بقول قد ما بحب الشتاء، تصرفاتي كمان بتكون بنفس الطريقه وفتنا بالدوامه السلبيه المفروض بتاثر اكثر. في منهم بيستعملوها مثل ما قلت كحجه باعتبار انه كانه هلا صار لي حق. هذه المشكله كمان. اذا واحد حاسس انه ما له حق يتعب بخلال السنه، ما له حق يقول انا ماني مرتاح، انا تاثرت كثير بالضغوطات اليوميه، انا عندي مشاكل ما بقدر اعبر عنها، فمثل كانه بتصير بقول هلا صار فيي اعبر بهالطريقه. نعم. فكمان معقول تكون سبب، ولكن في اشخاص عن جد بس كيمياء الدماغ هي بتكون اثرت عليهم وصار في عندهم هالشعور اليومي بالوحده بهالفراغ اللي فجأة بيكون مفاجئ أثر عليهم، وكان هن يعني لجأوا للهروب من الحياة الاجتماعية والعمل، بس مش بإيدهم، يعني حسوا إنه كانت الأمور أصعب عليهم، صار في تعب جسدي، صار في أوجاع، صار في أفكار كانت ثقيلة عليهم، ما بقى قادرين يكفوا الحياة اليومية العادية. نعم نعم. يعني جلال بدنا نقوله انه الله يبعد كل انواع الاكتئاب عن كل الناس، لانه عن جد الاكتئاب شيء كتير صعب وما حدا بيحس بالشخص التاني. بصير دغري نستعمل هالتعبير انه خلص شد حالك بس الشخص ما بيكون بايده لما يكون مكتئب، عن جد ما في شيء بيكون بايده. لهيك لازم نكون عم نسمع دايما، واقفين حد الاشخاص، خاصه الاشخاص اللي بتجي بتحكينا وندعمهم للاخر. ديالا كلمه اخيره لكل اللي عم يسمعونا، شو بتقولي لهم؟ كنا عم نقول هلا الاكتئاب كثير زايد هالفتره. صحيح. فبس لنعرف شوي انا اذا فيني انتبه على العوارض لحتى اهتم بحالي. هل انا عادات النوم عم تتغير، عادات الاكل، افكاري، ثقتي بنفسي، الطريقه اللي بحكي فيها مع حالي، علاقاتي الاجتماعيه، تركيزي، اتخاذ قرارات، المود اللي انا فيه عم بمرق فيه، التعبير عن الحزن، العصبيه اللي بمرق فيها، الشعور بحاجه للعزله وللبعد عن العالم، عدم الشغف، هول كلها نقاط بدي بس انتبه لها شوي. نعم. قد ايه ما بتاثر علي، قد ايه عم تاثر على حياتي اليوميه، وقول انا بدي اخذ قرار اهتم بصحتي النفسيه والجا للعلاج والجا للمساعده 100%. وابدا ما نستحق انه نلجا للمساعده. ديالا عيطاني، معالجه نفسيه واستاذه جامعيه، انا بتشكرك كثير لموضوع اليوم. لك. اهلا وسهلا فيك وبتمنى لك نهار حلو ودافئ. ميرسي ديالا. ميرسي. اهلا فيك. باي باي.